وانا قاعد بذاكر جالي سؤال في دماغي بيقول هو احنا ليه بنحب اللي بيضحك علينا وما بقيناش نحب الحقيقة؟ فتلاقيت نفسي برد على نفسي دايما بقول ان احنا كبشر بنحب الكذبة الحلوة على الحقيقة المرة. ما بنحبش الحقيقة، لان دايما الوهم والغش والخداع بيخدرنا. الوعود الفارغة دايما بتحسسنا بنشوة السعادة، بتغرينا. وربنا ذكر عن طائفة من القرآن في سورة الحديد قال وغرتكم الأماني. الأماني الكذابة هي اللي بتسحرنا، الوعود الفارغة هي اللي بتملينا. علشان كده تلاقي دايما نفسك بتحب اللي يجي يقولك الله انت حلو، انت جميل، انت ما شاء الله عليك، انت في المستقبل هتبقى في حتة تانية. يا عم ريح نفسك. زي الطبيب اللي بيروح يقول لمريض السكر مش هينفع تاكل سكر ولا عيش ولا الكلام ده كله علشان انت ده خطر عليك. الراجل بيحس بيتضايق من الدكتور، مع انه الدكتور بيواجهه بالحقيقه بتاعته، انت هتموت حرفيا. فاكر الكلمه اللي قلت لك عليها بتاعت ابن القيم، من تعلق بشيء بغير الله عذب به. نفس الكلام، انت لما بتتعلق بالكذب وبتتعلق بالاماني الكذابه والوعود الفارغه انت بتتعذب بيها. ولذلك لما بيجي واحد بيواجهك بالحقيقه انت بتكرهه، ما بتحبوش. اديك حاجه على سبيل المثال، شوف سيدنا عمر بن الخطاب يا اخوانا. سيدنا عمر كان دايما بيحب اللي ينصحه ويواجهه ويقف قدامه ويكلمه. وكان دايما بيقول رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي. لكن تعال انت النهارده بقى، لو انا جيت قلت لك على فكره انت اسلوبك مش حلو، على فكره انت طباعك مش كويسه، على فكره انت بتكذب، على فكره انت بتخلف، على فكره انت بتنزلي عشان تلفتي نظر الشباب، على فكره انت، انا بالنسبه لك هبقى ايه؟ هبقى بالنسبة لك عدوك الأكبر. هبقى حاقد وحاسد وغيران، وانت ما بتحبش أحسن منك. العلم ما بتحبش اللي أحسن منها. الحقيقة إن احنا ما بنحبش الحقيقة. بس كده خلصنا. شكرا.